السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهزت للمدارس ولا لسه؟ لو ما جهزتيش تعالي نتبادل مع بعض الأفكار. أنا عارفة إن انتوا ستات جامدة جدا 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 عني وأشطر مني بمراحل، بس تعالي برضو يعني لو في مامي جديدة لسه واقفة على السلم، على بداية السلم، نمد ايدينا ليها ونعرفها ونوريها احنا بنعمل ايه. انا عملت هنا شوية معجنات خطيرة بجد، خطيرة خطيرة بجد خطيرة. عملت شوية قراقيش وشوية قرص بالسمنة او بالزبدة الفلاحي. ريحة الخبيز في البيت خير ما شاء الله تبارك الرحمن. وعملت كيلو من البسكوت النشادر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. نشوف احنا عملنا كل الكلام ده كله ما خدش معايا 5 كيلو من الدقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو بتاعنا. كمان عملت ايه من التجهيزات؟ عملت كفتة وبرجر وبرجر فراخ وبرجر لحمة، وعملت كفتة رز. اللحمة جبتها على ايدي وفرمتها وشفتها معمولة ازاي وايه المكونات اللي فيها. لا للمصنعات يا جماعة، لا للمصنعات، لا للمصنعات بجد. احنا ما نعرفش المصنعات دي بتبقى ايه. وبجد بجد لما تعملي مثلا الناجتس في البيت هيقع عليكي ارخص من ان انت كمان تعملي سندوتشات بيض وجبنه. انتوا عارفين بقى دلوقتي الاسعار والبيض والحاجات دي. قولوا لي كل ده هيتعمل علشان لانش بوكس؟ لا طبعا مش عشان خاطر اللانش بوكس. ولو عملتي في اللانش بوكس، انت عندك في اولاد بيروحوا المدارس الانترناشونال، بيروحوا من الساعه 7 الصبح بيرجعوا المغرب. تمام. انا عملت ان الوجبات دي طبعا عندنا المامي الجديده او احنا كمان اللي عندها اولادها بتوديهم الدروس وبتجيبهم وبتوديهم المدرسة وبترجع وبتودي كمان النادي في التمرين، ما بيبقاش عندنا وقت خالص. ماشي. حتى لو انت قاعدة في البيت الاولاد بيرجعوا هفتانين كأنهم ما خدوش اي سندوتشات الصبح، فيبقى عندك اكل جاهز علشان يومهم هم هيبقى قصير. عملت ايه بقى؟ عملت ميني بيتزا علشان اللانش بوكس، وعملت الصلصة بتاعتها وخليتها كده يدوب هبت معايا كده في الفرن. وبعد كده قلت ايه حطيتها في اكياس وتتشيل عادي جدا. عملت كوردن بلو. الكوردن بلو خطير، حشيته برومي مدخن. عملت كفتة رز لذيذة وخطيرة عملتها. كمان الحاجات دي موفرة جدا يا جماعة، يعني كيلو لحمة الرز، كيلو لحمة عليه كيلو رز، تخيلوا. وفرمتهم عند الراجل او في الكبة براحتك خالص، وحمرتها بحيث وعملت تسبيكة كمان بحيث ان انا اخد منها كيس تسبيكة على كيس الصلصة، يدوب احمر شوية مكرونة جنبهم او شوية رز والغدا خلص. يعني الغدا خلص. الكوردون بلو طالع رهيب بجد رهيب. عملت بانيه. عملت حاجات كتير جدا جدا. بصوا انا عملت حوالي 2 كيلو من اللحمة. 2 كيلو من اللحمة، منهم كيلو رز، كيلو كفتة رز، وكيلو شكلته نص كفتة ونص برجر. وعملت برجر الفراخ، مدتوش فول صويا. عايزه تحطي له تزوديه ببطاطس زودي، عايزه تزوديه بحمص زودي، عايزه تزوديه ببرغل زودي، محدش هيقولك لا. شويه صوصات كده متشكلين مع عيش كايزر. ادي وجبة غدا او عشاء او سندوتشات مدرسة. حاجة لذيذة ومفيدة ومغذية وشايفاها بعينيكي وشايفة المكونات اللي جواها بعينيكي. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض كل الوصفات دي بالتفصيل، وصفتين وصفتين كده هيطلعوا لك كده على الفيديو. انا بس بديكي افكار بحيث ان انت على ما منتج الفيديوهات واطلعهم ممكن ان انت تجيب الخامات يعني. هنعمل مع بعض كمان الطحينية في البيت. هنعمل مع بعض اللهم صل على حضرة النبي البلويف. هنعمل مع بعض عملنا قبل كده سجق. بصوا بقى
بصوا بقى الجمال، بصوا البرجر البيتي ايه، ما فيهوش نقطة فول صويا، ما فيهوش بجد نقطة فول صويا، لحمة وعليها شوية توابل، وعايزة تزوديها بأي حاجة زودي. بصوا الكوردن بلو حاجة فظيعة، حطاله رومي مدخن وجبنة شيدر وبس كده. انا عندي ابني بقى بيحب الصبح يفطر ببسكوت وشاي، فعملت له شوية بسكوت نشادر، ده كيلو والله، ده كيلو. كمان عندي ابني مغترب فهديله شوية من المفرزنات دول. بصوا بقى الجاي ده، بصوا الجاي ده، بصوا الجاي ده، ده ايه؟ بدل ما تجيبي الرومي المدخن لقيت اسعاره النار، اسعاره غالية جدا. ايه رأيكم؟ عملت صدور الفراخ مدخنة على، مش على الفحم، مدخنة على الخشب، كانت فظيعة. تشيليها زي اللحمة الباردة الروستو في علبة في التلاجة وتطلعيها تعملي منها سندوتشات مع الخس والطماطم، حاجة دمار. شايفين الفراخ غسلتها، جبتها غسلتها، البانيه انا جبته غسلته وحطيت عليه، اديته ليمون واديته فلفل واديته حبة طماطم كده مطحونين وفلفل اسود، وريحته كانت بروايح. ما فيش حاجة مثلا جايباها من بره ما تعرفهاش مفرومة ازاي وفي اي مكنة والمكنة مغسولة مكانها ولا لا. بصوا الناجتس، بصوا الناجتس، بصوا الناجتس ده ارخص من البيض والجبنة، والله العظيم. عملت دول بالكريسبي والتانيين ما زادش عندي كريسبي فعملتهم بدقيق عادي، ممكن اقول لهم عليها كفتة رز، كفتة فراخ عادي. وده شوية منين، عملتهم كعب غزال، يعني هو المنين هو حطيت له من فوق سمسم ومن جواها عجوة وبقى كعب غزال. ودمتم تقدميه بقى للمستر مع كوباية القهوة، مع فنجان القهوة. تقدميه بقى بعد الظهر كده، مع لما يبقى عندك بيبي عبال ما تعملي الغدا ياخد واحدة في ايديه يمسكها، هتبقى كلها قيمة غذائية بجد. انا ما بحبش حاجات الافران، بتبقى كلها او معظمها بمية. طب ليه ما نجيب لبن واعجن؟ ما لازم برضو ولادنا ليهم حق علينا ان هم ياخدوا افادة صحية، ولا ايه؟ ما هو بيصرفوا في الشيبسيهات وفي الكاراتيهات حاجات مبالغ مهولة. بصوا بقى لوحة فنية. ان شاء الله هنعمل الوصفات دي مع بعض، كل وصفتين في فيديو، بس المونتاج عندي بعافية شوية. انا عايزة اقول لكم الكمية دي انا جبت 2 كيلو من البانيه و2 كيلو من اللحمة، فرمت اللحمة في البيت قدامي، شفتها، شفت كمية الدهون اللي داخلة فيها. لازم في وسط الامراض اللي احنا بنسمع عنها دي، ده حق ولادنا علينا ان احنا ناكلهم حاجه نظيفه والله وبجد. يعني انا بقولك انا ده توفير التوفير. انت جايبه كيلو لحمه حاطه له كيلو رز وبقى كفته رز هتعمليها مثلا على اكلتين او 3، جايبه الناجتس حاطه له بطاطس ومزوداه برضو، جايبه الكفتة الفراخ حاطه لها بطاطس او بقسماط، البانيه متقطع شرايح رفيعه، الكوردون بلو شرايح وجواها حاجات مغذيه، يعني الحاجه وقصادها حاجه موفره. شوفي بقى تاكلي طول الشهر ولا هتتعبي، وهتروحي بقى تودي ولادك النادي وتجيبيهم تذاكري لهم وتعملي بقى حاجتك بهدوء. هتتعبي يوم او يومين وبعد كده هترتاحي طول الشهر. بصوا بقى الجمال، بصوا الكوردون بلو حاجة. قولولي بقى في الكومنتات انتوا ايه عملتوا زيادة ولا ايه، وافتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير، وباي باي.